هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. مصرية حالات وكالة ذات مجلس شعب وأمن واقتصاد والسياسة كل يوم بجديد في مصر في ساعة. ودلوقتي مصر في ساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. اهلا بيكم. معقولة هنرجع نتكلم تاني في قصة عودة مجلس الشعب؟ وهل هيرجع ولا لا؟ وندخل في جدل قانوني من اول وجديد؟ بالذمة ده اسمه كلام؟ وبعدين مش دي سيرة وفضيناها زي ما بيقولوا؟ وهل بعد قرار رئيس الجمهورية باحترام احكام القضاء يبقى في كلام تاني بعد كلام رئيس الجمهورية؟ بصراحة ايوه، وبقى في كده اللي فجرها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الصادر قرار ببطلان انتخابه. الدكتور الكتاتني قال امبارح نصا ان البرلمان سيعود مرة اخرى للانعقاد بحكم قضائي. الكتاتني قال تصريحه من هنا والدنيا انقلبت من هنا، والاحزاب السياسية والقانونيين وناس كتيرة كله قاعد يضرب كف على كف. طب ازاي البرلمان هيرجع؟ طلع يا سيدي ان محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة هتنظر يوم 22 الشهر الجاري عدد من القضايا الخاصة ببطلان مجلس الشعب. طب ايه علاقة نظر القضايا بتصريح دكتور الكتاتني؟ ومنين عرف الكتاتني ان القاضي هيحكم لصالحه وصالح نواب الشعب بعودة البرلمان؟ هنا بقى عندي اسئلة كتيرة هطرحها على حضراتكم وعاوزكم تجاوبوني عليها. اول سؤال، مش الواحد يفهم من كلام دكتور الكتاتني انه كده جاب النتيجة من الكنترول وانه عارف احكام القضاء قبل ما تطلع؟ صح كلامي ده ولا غلط؟ تاني سؤال، مش كلام دكتور الكتاتني يخلينا نشك في مؤسسات محترمة ليها تقدير عند الشعب؟ وبعدين الدكتور الكتاتني يا اخوانا مش اي حد ولا هو عابر سبيل، ده راجل ملو هدومه وسياسي كبير وكان رئيس مجلس الشعب، يعني لازم يوزن كلامه بميزان ذهب. ازاي بقى قال التصريح ده؟ ثالث سؤال، نفترض ان القاضي يوم 22 سبتمبر حكم بعودة البرلمان، مش احنا في الحالة دي الفار هيلعب في عبنا وهنشك في القضاء كده على بلاطة؟ رابع سؤال، لو انت مكان القاضي اللي هينظر قضية عودة البرلمان هتلاقي نفسك واقع في مشكلة، فلو حكمت بعودته يبقى انت كده متحالف مع الاخوان وسربت لهم النتيجة، رغم انه ممكن جدا القاضي يكون مقتنع قانونا بعودة البرلمان. ولو انت ما حكمتش بعودة البرلمان يبقى الاخوان كده كانوا بيضغطوا على القضاء. حاجات مخولة. طيب الدكتور الكتاتني راجل سياسي، عشان كده انا بعتب عليه بسبب تصريحه اللي فات، لانه كان ممكن يقول كلام غير كده. يعني كان ممكن يقول ان البرلمان قد يعود بحكم قضائي وقد تفتح احتمالات كثيرة. طيب هو ليه الاصرار على عودة البرلمان؟ تعالوا نفترض ان المحكمة حكمت اخر الشهر بامكانية عودة البرلمان والبرلمان ده بدأ يشتغل في اول اكتوبر مثلا. طيب ما الشعب هينزل الاستفتاء على الدستور في اول ديسمبر، واذا وافق على الدستور الجديد يبقى لازم البرلمان يتحل اوتوماتيك ويتم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب بعد اقرار الدستور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك البرلمان لو رجع حتى بحكم القضاء هيشتغل 4 أو 5 أسابيع. طب لزومها ايه الهيصة دي؟ وانقسام البلد تاني بين مؤيد ومعارض، والسلطة القضائية بنحطها في موقف لا تحسد عليه. ولزوم ايه فتح الموضوع تاني دلوقتي ورئيس الجمهورية حسم القضية دي؟ لو ليكم رأي في موضوع عودة البرلمان اتصلوا بيا من اي تليفون محمول على رقم 2659 او ابعتوا رسائلكم على رقم 92 17 6، ومعايا على التليفون الاستاذ الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. اهلا بحضرتك دكتور جابر. اهلا استاذ محمد، ازيك؟ واهلا تحياتي لضيفك الكريم الدكتور الاستاذ رفعت. اهلا بحضرتك. خليني اسال حضرتك اولا تعليق حضرتك ايه على ما قاله الدكتور سعد الكتاتني امس؟ يعني اعتقد ان ذلك امر يدخل في اطار التمني اكثر منه يقرر امرا حقيقيا او صحيحا، لانه ليس هناك من سبيل لا قضائي ولا غير قضائي لعودة البرلمان. بكل تأكيد
البرلمان أصبح في خبر كان، إنما المشكلة الأساسية أن الكثيرين حتى الآن لم يقتنعوا بانتهاء البرلمان، وأننا يجب أن نقبل على انتخابات جديدة بعد وضع الدستور الذي صناعته أو كتابته في الجمعية التأسيسية. الدعوة المشار إليها هي الدعوة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي سوف تنظر يوم 22 سبتمبر بأول جلسة، ولذلك من المتصور أن تؤجل، لأنه المحكمة بكاملها سوف تتغير ابتداء من 11، فسوف تنظر الدعوة أمام دائرة جديدة ابتداء من 11. إيه هي بقى الدعوة ديتي من الناحية القانونية؟ هذه الدعوة كان صاحبها يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في بطلان انتخابات الدائرة 33 في محافظة القليوبية، بدعوى أنه كان مرشحا مستقلا في إطار التلت الفردي، وكان وزاحمه في ذلك بعض الحزبيين، فأخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة. هذه حدود الدعوة أمام المحكمة الإدارية العليا أحالت قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الدستورية العليا عندما نظرت في قانون الانتخاب وجدت أنه قانون غير دستوري، وأن انتخاب البرلمان برمته سواء في ثلثه الفردي أو في ثلثيه يعني كان قد تم وفق قانون غير دستوري، ومن ثم فهو باطل ومنعدم، وقررت بطلانه وانعدامه. هو ما تقرر في حالة البرلمان. أراد رئيس الدولة بعد انتخابه أن يعيد البرلمان مرة أخرى، ولكنه بالضبط المحكمة الدستورية العليا أوقفت تنفيذ الحكم. طيب خليني أسأل حضرتك، لو الدستور أكمل بس الحتة دي. إذن المتاح أمام المحكمة الإدارية العليا في حكمها إما أن تحكم ببطلان الانتخابات في الدائرة 33 نظرا لعدم دستورية القانون، وهذا لا يرتب حل عودة البرلمان، وإما أن تحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة، لأن مصلحة الطاعن في طعنه هو يبتغي إعادة الانتخابات، ولما كانت إعادة الانتخابات تعتبر ضربا من ضروب المستحيل لحل البرلمان، فأصبحت مصلحته في الطعن غير قائم، ولذلك يمكن أن تحكم بعدم قبول الطعن. ثمة دعاوى أخرى قد رفعت على لعودة البرلمان أمام محكمة القضاء الإداري. محكمة القضاء الإداري أحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ولذلك نحن نؤكد أن تصريح الدكتور الكتاتني مع الاحترام والتقدير لشخصي هو يدخل في إطار التمني، ولكنه ليس هناك أي قدر من الوجاهة القانونية لإعادة البرلمان، الأساس القانوني أو الوجاهة القانونية لعودة البرلمان مرة أخرى، ويجب أن ننتهي تماما من هذا التفكير. أما إن احنا نعيش في طيب. أماني أو أوهام. بعيدا عن الأماني، خلينا أسألك سؤال مباشر دلوقتي. لو احنا نزلنا نفترض جدلا لأي سبب البرلمان رجع، مش البرلمان ده مفروض هيتحل فور استفتائنا على الدستور؟ هذه قصة أخرى. هذا أمر يتعلق ما يسمى بالمواد الانتقالية في الدستور. يعني وارد وارد انه يحصل فيه اذا اولا انا اؤكد مرة اخرى ان البرلمان ضرب من ضروب يعني التمني الذي لا يصادف واقعا ولا حقا ولا قانونا. ايا كان نتيجة الحكم الذي سوف تحكم به الإدارية العليا، لأن زي ما بقول لك إما أن تحكم بعدم قبول الطعن، وإما أن تحكم ببطلان الانتخابات التي تمت في الدائرة 33. وهذا البطلان لا يعني إعادة الانتخابات مرة أخرى، لأن القانون غير دستوري والبرلمان لم يعد موجودا. هذا هو الأمر، ليس مطروحا على المحكمة الإدارية العليا أن تقرر أمرا في حكم المحكمة الدستورية العليا. هذا مسألة يعني منتهية من الناحية القانونية. ولذلك هذه التصريحات التي تعني أو التي
قد تشير الى التساؤلات اللي سعادتك قلتها. نعم. من تدخل في اعمال القضاء او ايحاءات معينه لرجل الشارع الذي في الحقيقه قد لا يكون على علم نعم. كامل بهذه الاشكاليات القانونيه. انا في ظني انه يعني انها لا يجوز. نعم لا دكتور الاستاذ الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره، انا بشكر حضرتك على مداخلتك. وقبل ما اطلع فاصل عايزكم تتواصلوا معايا، اتصلوا بيا من اي تليفون محمول على 2659 وابعتوا رسائلكم على 92 17 6. عندي قضيه النهارده بتاعه تصريح دكتور الكتاتني بمساله عوده البرلمان، ازاي رجل سياسي في وزن الدكتور سعد الكتاتني يقول هذا التصريح. وبعد الفاصل هنتكلم في قضايا التعليم، وبيشرفني في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. عندما تتضارب الأخبار. في مقدمة حلقة النهاردة كنت بتكلم على التصريح اللي قاله دكتور سعد الكتاتني امبارح عن قرب عودة البرلمان بحكم قضائي. وكان ليا مداخلة قيمة مع الأستاذ الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري. هرجع لضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، وخليني أخد من حضرتك تعليق على تصريح دكتور سعد الكتاتني. ويمكن احنا قبل ما نطلع الهواء استاذ محمد قلت لك يكاد يكون نفس الكلام اللي قاله الدكتور جابر نصار بالنسبه للوضع القانوني والواقع بالنسبه لعوده مجلس الشعب من عدمه، لان لا يمكن ان نقتنع ان هناك محكمه في مصر اصلا تكون احكامها تعلو المحكمه الدستوريه العليا، وبالتالي ما كان يجب على الدكتور سعد الكتاتني اطلاقا أن يصرح بهذا التصريح سواء من باب التمني أو غير التمني، لأن يمكن يعني الناس كلها ارتبكت وشعرت بأن هناك توتر بين الجميع، وأن احتمال أن يكون عودة مجلس الشعب قائمة. يمكن أذكر حضرتك برضو كان الأخ خيري رمضان كان أشار في البرنامج بتاعه في لقاء مع الدكتور سعد الكتاتني وقال له انتظر الأسبوع الجاي المجلس الشعب هيرجع. فبعدها ب4-5 أيام أصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب. والله بيعملوا مشاكل كده وبالتالي محمد مرسي هيلاقيها منين ولا منين. وبالتالي أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بأن قرار الدكتور محمد مرسي باطل ولا بد أن يتم الالتزام بحكم المحكمة الدستوري. فسواء من حيث التمني او غير التمني ما كان يجب على رئيس مجلس الشعب السابق ان هو يصرح بهذا التصريح، لانه فيها نوع من برضو الاهانه الى القضاء غير مقبوله اطلاقا، وفيها ايحاء بانه يعرف حقيقه ما سيحدث في المرة بيجيب النتيجه من الكنترول. بالاضافه الى انه برضو رئيس مجلس الشعب السابق يجب ان يعلم تماما، وكان المفروض ان هو عارف يعني ان لا يوجد محكمه في مصر أعلى في سلطتها من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يوجد محكمة تصدر حكما تلغي قرار المحكمة الدستورية العليا. أنا بقيلي نص دقيقة على الأذان. طب هنطلع فاصل الأذان والموجز ونرجع لكم تاني. في مقدمة حلقة النهاردة كنا بنستعرض التعليق اللي قاله أو التصريح اللي قاله دكتور سعد الكتاتني بقرب عودة البرلمان. طلبت حضراتكم تتواصلوا معايا على ابعتوا رسائلكم على 92 17 6. جات لي رسائل ارفض عودة البرلمان ابو يوسف. رسالة تانية انا مواطن مصري اتخدعت قبل كده ومش هتخدع تاني. دكتور الكتاتني عارف وواثق انه لو اتعملت انتخابات يبقى مش هيدخل مجلس الشعب. رسالة جايه لي بقى بالانجليزي ان هذا قرار تصريح غير مسؤول. رسالة الحقيقة المرة الاخوان ضحكوا على الشعب المصري، ده عمرو محفوظ طوخ اليوبية. استاذ محمد اتكلم عن الصحة واضراب الاطباء، الناس بتموت، اتمنى تكلموني، ده دكتور احمد، احاول اجمع الارقام دي واكلمكم. حماده فتحي اغثونا، ازمه السولار رجعت تاني، حرام كده. ده صحيح ازمه السولار. سجل رقمي، هيبقى في ثوره جديده قريبا. يا عم اصبر بقى، هنطلع نسمع الموجز وبعد الموجز هتواصل معاك واقرا كل الرسائل اللي جت دي. يظهر والله اعلم ان راديو مصر سويسرا بتسمعه، لان في دبلوماسي سويسري زي ما جه في الموجز اعلن ارتفاع الاموال المصريه المجمده في سويسرا ل 700 مليون دولار امريكي. وانا امبارح في مقدمه حلقه امبارح كنت عمال اتكلم على الاموال المهربه، يا اخوانا هنعمل فيها ايه؟ فتقريبا الاستجابه جات لي من سويسرا قبل ما تجيلي من مصر. انا كنت منتظر الاستجابه الاسرع تجيلي من الحكومه المصريه. هرجع لموضوعنا النهارده. كنا بنتكلم قبل الفاصل على تصريح دكتور الكتاتني بعوده مجلس الشعب،
وطلبت ممكن تبعتوا رسائل على 92 17 6 او تتصلوا من اي تليفون محمول على 26 59 وابتدت تجي لي الرسائل. شوقي عجلان بيقول لي الموضوع كله مش محتاج الفزع ده، والكتاتني نفى الكلام ده، بلاش نفخ في النار، عاوزين منك الهدوء شويه. انا هادي والله. واضح ان قطاع الاخبار وبرنامجك ضد سياسات الدوله، اتقوا الله ممدوح عندي. انت كده بتفخخني مع قطاع الاخبار، يعني بتقول لهم مشوا الراجل ده. ارفض عوده البرلمان ولا بد من احترام احكام الدستوريه، والا علينا العوده للميدان لنتصدى لهذا الهزل. هذا المجلس كان مجلس انتقالي لحين وجود رئيس الجمهوريه، وبعد كده المجلس هينحل زي الحكومه والمجلس العسكري. سبب ضياع مبارك الحزب الوطني، وسبب ضياع الدكتور مرسي هيكون حزب الحريه. لا، اللي انا شايفه الامانه واللي انا بتاكد منه يوم عن التاني ان الدكتور مرسي بادئ يفصل تماما بينه وبين مؤسسه الرئاسه وبين حزب الحريه والعداله وبين جماعه الاخوان المسلمين. الكلام ده انا بقوله على مسؤوليتي من خلال لقاءات كتيره جدا مع مسؤولين كتير في الدوله وقاده سياسيه. ارفض عوده البرلمان ده ابو يوسف. انا شايف الاخوان بيحاولوا يسيطروا على البلد بطريقه اسوأ من نظام مبارك. دكتوره منى بتقول لي برلمان الجهل والعار يكشي يولع. طب يا دكتوره منى اكتبيها بلغه عربيه. واحد بيقول له يا استاذ محمد هو انت قريب توفيق عكاشه؟ لا، ده تشابه اسماء. هذا الكلام تم نفيه من قبل الكتاتني، ارجوك تحري الدقه. والله انا احترت، يعني التصريح يتقال ولما يبقى عليه هجوم بيتم نفيه. يعني دكتور سعد يكذب هذا التصريح. طيب ده انا عايز اقول ده جرايد ووكالات انباء ومواقع الكترونيه مسؤوله. ممكن حد يقدر يطلع كده وينسب تصريح بهذه الدرجه من الخطوره لشخص في وزن دكتور سعد الكتاتني؟ عايزين نعرف الاستفاده الحقيقيه من معرفه ان الرئيس مرسي صلى الجمعه. لا، ده حقه ان هو يصلي، ما هو طبعا طبيعي كمسلم بيصلي الجمعه. هو بقى فكره نقلها وعدم نقلها دي قصه ثانيه. قلت لسعادتك قبل كده يا محمد بيه استحاله اقامه حزب اخر فعال في مصر، كذلك استحاله ان تجد وزير فعال وصاحب رؤيه في الحكومه المحليه الحكومه الحاليه. تفائل يا عم ياسر. هرجع لضيفي في الاستوديو دكتور استاذ رفعت فياض. معلش اتلخبطت بقى من كتر الرسائل. خليني اسالك، هو ينفع التصريح يتقال وبعد كده يجي نفيه؟ يعني ليه لما باي مسؤول، وده للامانه مش في عهد الحالي، حتى في عهد مبارك كان المسؤول يطلع التصريح واول ما يلاقي هجوم عليه يروح نفيه على طول. تعليق حضرتك. هو ده للواقع للاسف. وبعدين لدرجه ان البعض بيقول او بيتهمنا احنا كصحفيين او صحف يقول ده كلام جرايد. لا، هو كلام مسؤولين، وعلى حسب رد الفعل من المواطن او من اي مسؤول في الدوله على ما صرح به سين او صاد فيبدا يتراجع، وبالتالي الناس تقول لا ده كلام جرايد. لا، هم كلام مسؤولين. وهذا الخبر يا استاذ محمد نشر في كل الصحف وكل وسائل الاعلام، وانا متابعه من امبارح ولم ينفيه الدكتور سعد الكتاتني، ولكن حاول تبرير الرؤيه بتاعته على اساس زي ما قال الدكتور جابر نصار ان هو كنوع من التمني، مغلف كلامه يعني. اذا هو صرح بهذا التصريح وكان التصريح حقيقي، لكن مع الهجمه الكبيره على ما صرح به وانتقاده لما فعل، فاول شيء يعمله المسؤول فيبدا يتراجع ويقول لا ما حصلش او ما كنتش اقصد كده. لكن في جميع الاحوال ما كانش يجب من رئيس مجلس شعب سابق يعطي اي اشاره او اي معلومه تشير الى قولة عوده مجلس الشعب بحكم قضائي، لان فيه كده اهانه للقضاء، وهناك اصرار وكأن هناك إصرار من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة على عدم احترام القضاء والالتفاف حولها بأي شكل من الأشكال. عندي رسائل بتقول لي كانت فين الأسئلة دي لما كان الكل عارف بحل المجلس قبلها بشهر، ولا شجاعتك موسمية؟ التصريح ده نقلا عن اليوم السابع اللي نفاه دكتور سعد، لكن دكتور سعد قال انه قد يعود البرلمان اذا حكم القضاء الاداري بذلك. ده احمد اللي بيقول الكلام ده. والله قد دي تبقى كويسه، بس هو للامانه ما قالهاش قد. يعني حلوه حكايه يا عم اصبر بقى اللي كان ناوي يعني يقوم بالثوره بكره وانت بتحوشه. لا يعني ما احنا قمنا بالثوره، منتظرين اهداف تتحقق، عندنا مؤسسات بتتكون، بديها فرصه. لما يبقى في مشكله مش شرط تطلع بثوره على طول، في طرق ثانيه للضغط. انا الراوي المخدوع اتمنى زي الجيش رجع لسكناته الاخوان يرجعوا للعباده ويسيبوا من السياسه. من حق اي فصيل سياسي ان هو لو عايز يمارس سياسه يمارسها، بس خليك قول افصل بين جماعه الاخوان وبين حزب الحريه والعداله. كن عادلا واتصل على دكتور سعد الكتاتني وتاكد من الخبر.
دكتور سعد الكتاتني رغم تصريح الخبر ونشره لم يكذبه. الاخوان لسه هيتعلموا السياسه. ده احمد ابو المجد. بس هقف عند كده وهاخد مستمع كريم استاذ احمد مدحت، اتفضل. الو. ايوه سامعك. حضرتك يعني عندي راي كتير صغير، يعني اذا كنت تسمح لي بيه. اتفضل. انا شايف ان البرنامج بتاع حضرتك وبعمت فيها لما ركزت في مناقشه الفلوس المنهوبه اللي بقى اللي ما جاتش، لما اتكلمنا على القاضي واللي بنقبله دلوقتي، لما اتكلمنا على الدستور والمواد اللي هتتحط فيه. بقالنا 4-5 ايام دلوقتي الاعلام كله والناس كلها مركزه في قضيه الالتراس، وبعدين طلع علينا الدكتور سعد الكتاتني بالتصريح ده، وانا شايف ان دي سياسه الهاء عشان احنا ما ناخدش بالنا وما نركزش في القضايا المهمه ونخش في قضايا فرعيه. اما اذا كان ده فعلا ممكن يحصل ومجلس الشعب ممكن يرجع، فحضرتك كنت بتقول وايه لازمته في 3-4 شهور او 3-4 اسابيع هيقعدها. حضرتك عارف كويس قوي ان عضو مجلس الشعب لما ينزل الانتخابات وهو عضو مجلس الشعب غير لما ينزل وهو مش عضو مجلس الشعب. بس انا عند رايي الاولاني ان دي سياسه الانتهاء عشان ينشغل عن القضايا الاساسيه، المواد بتاعه الدستور، الشروط بتاعه القهر، الحاجات الثانيه اللي بتحصل. انا بشكر حضرتك الاستاذ احمد مدحت، وهطلع فاصل. قبل الفاصل بس في رساله، كان في واحد قال لي هو بتاع قطاع الاخبار، واضح ان قطاع الاخبار وبرنامجك ضد سياسات الدوله. ده ممدوح قنديل، بقراها لك تاني يا عم ممدوح. في رساله بقى واحد بيقول لك هو انت بتاع فلول ولا ايه؟ لو واحد رد عليه. نطلع فاصل وبعد الفاصل هكمل مع استاذ رفعت فياض. ومكملين معاكم مصر في ساعه مع محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. الواحد باين عليه بقى لازم يحاسب على كلامه. الرسائل الناس بيقول لك انت قطاع الاخبار وبرنامجك ضد سياسات الدوله، هيلبسونا قضيه كده على الهوا. لا انت معبر عن معظم الشعب المصري. الله يخليك يا استاذ رفعت، الواحد قابل اي نقد، بس يا ريت يكون نقد على طول في صميم الموضوع. بعيدا بقى انت ضد ولا مش ضد، اي مسؤول عايز يسمع يدخل على التليفون يعلق اهلا بيه، وكل الرسائل اللي بتجيلي انا بقراها والله ولا بحذف ولا رساله. يعني خليني بقى اتوقف شويه عن الكتاتني وعن الرسائل بتاعه، والناس تركز معايا شويه ونتكلم على التعليم. أنا معايا ضيف النهارده الأستاذ رفعت فياض، خبرة 35 سنة في متابعة مجال التعليم، وهو أيضا الكاتب الصحفي الكبير المعروف ومدير تحرير أخبار اليوم. أبدأ كده بيك على طول وأقول لك متى تصل الثورة لقطاع التعليم؟ عشان نجيب على هذا السؤال يا أستاذ محمد لابد أن نحدد واقع التعليم عندنا حاليا دلوقتي إيه، وضرورة إن إحنا لابد أن نتحرك بسرعة لإنقاذ مصر وليس إنقاذ التعليم في المقام الأول من الانهيار. لأن إذا نظرنا إلى الموضوع بجدية فالتعليم سواء في مصر وفي أي دولة على مستوى العالم هي قضية أمن قومي بالنسبة لها. إذا ارتقى مستوى التعليم ارتقت المخرجات كلها بتاعته، وبالتالي ارتقى مستوى الدولة في كل التخصصات. نعم. أصبح عندي طبيب جيد، مهندس جيد، صيدلي جيد، صحفي جيد، موسيقى، كل التخصصات. ولكن إذا انهار التعليم فانهارت الدولة أيضا في كل التخصصات. في الواقع الحالي اللي احنا فيه نحن في محنة وليس في مشكلة، نحن في كارثة كبرى لابد أن ننقذ البلد من الانهيار عن طريق التعليم. ازاي؟ لأن هي قضايا متشعبة. نمرة 1 تكلفة التعليم، ونمرة 2 طبيعة المناهج التي تدرس، نمرة 3 الذين يقومون بعملية التدريس نفسهم هم المدرسين. نبدأ الأول بموضوع تكلفة التعليم. تكلفة التعليم أنا وحضرتك ومعظم المستمعين اتعلمنا في مدارس مجانية، ويمكن معظمنا لو لم تكن هناك مجانية للتعليم ما كناش اتعلمنا تعليم عالي وكملنا. ومن هنا لابد أن نحافظ على مجانية التعليم بكل الطرق والوسائل. حتى في الدول المتقدمة الأغنى منا بتحافظ على مجانية التعليم، لكن في الجانب الآخر لابد أن توفر تكلفة التعليم ده. ما يجيش أنا دلوقتي مثلا في ميزانية وزارة التربية والتعليم يكون مخصص لها 30 مليار جنيه مثلا، 80% منها أو أكتر مرتبات،
وبالتالي الجزء المتبقي للعملية التعليمية بالنسبة للكتب والمناهج وخلافه والمعامل والرش لا يساوي، وبناء مدارس لا يساوي شيء. أيضا بالنسبة للجامعات، ما يجيش أنا دلوقتي من سنة 79 يا أستاذ محمد لحد دلوقتي لم ننشئ جامعة حكومية واحدة بعد جامعة قناة السويس. لا، كانت سنة 79، لكن كل الجامعات التي خرجت بعد ذلك هي خرجت من عباءة الجامعات الموجودة، كانت مجرد فروع وتشال كلمة فرع بنها أو فرع الفيوم أو فرع بني سويف وأصبحت جامعة بنها أو جامعة بني سويف أو جامعة الفيوم. ومن هنا لا يوجد هناك جامعة جديدة واحدة أنشأت حكومية تستوعب الأعداد الزيادة اللي بتطلع لنا من الثانوية العامة أو من التعليم الفني. لما احنا ما انشأناش دلوقتي جامعات جديدة تضاعف عدد السكان من سنة 79 لحد دلوقتي، ومن هنا بدأت الدولة في اتخاذ طريقة حشر الأعداد في الجامعات، ومن هنا زاد انهيار التعليم أكثر مما هو عليه الآن. والدليل على ذلك على سبيل المثال لما نلاقي كلية زي كلية التجارة جامعة عين شمس، تتخيل عدد الطلاب فيها سواء طلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا كام؟ 70,000 طالب. 70,000 طالب في تجارة عين شمس. مفيش كلية في العالم فيها هذا العدد. كلية التجارة في جامعة القاهرة 64,000 طالب. أتحدى أي مسؤول يجي يقول لي الطلبة دول بيخشوا فين ويتعلموا إزاي ويحضروا أي محاضرات وفين الأماكن اللي هم بيحضروا فيها. ومن هنا يعتمد الطالب على ان هو ممكن اذا حضر محاضره ما يحضرش معظم الحاضر ويعود الى منزله ويفضل ان هو يذاكر في بيته. طب التكلفه بتاعه التعليم دي اللي هتتوفر ازاي عشان ننهض بالتعليم؟ نمره واحد، الدوله لم تعد، يجب ان نعترف، الدولة لم تعد قادرة على الإنفاق على التعليم سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي أكثر من ذلك، ولن تستطيع مستقبلا، خاصة في ظل حتى اتجاه الاستدانة من بره والقرض اللي احنا كنا بنتكلم عنه. يعني كده معنى كلام حضرتك سيبقى الوضع كما هو عليه إذا لم يكن هناك أسوأ. يمكن حتى في عملية تقليص الإنفاق اللي حصل في فترة حكومة الدكتور الجنزوري اللي هي في المرحلة الانتقالية دي عشان تقلل المصروفات خفضت الميزانيات الخاصة بالتعليم الجامعي 20%. طب دلوقتي أنا عايز التكلفة دي تتوفر عشان نبني مدارس ونعمل عشان تستوعب الأعداد الزيادة وعشان يبقى فيه ورش ومعامل موجودة وتعليم جيد. لابد أن يكون التكلفة دي نبحث عن موارد بشرط ألا نحمل ولي الأمر أو الطالب أي مصروفات، لأن لا أستطيع أن أحكم على الناس بالجهل بسبب مشكلة اقتصادية الدولة بتعاني فيها. بمعنى أنا مشكلة اقتصادية بعانيها كدولة ما أجيش أقول له اللي عايز يتعلم يدفع فلوس، لا، ما هو قدر 70% من الشعب المصري غير قادر على تحمل التكلفة، ومن هنا مش هيتجه للتعليم. يبقى هحكم عليه بالجهل. طب التكلفة هنا أجيبها إزاي؟ هعرف التكلفة أجيبها إزاي، وبعد حضرتك ما شخصت وضع التعليم لازم أخد منك برضو تصور للحلول يعني. بس هطلع فاصل وبعد الفاصل هرجع أخد برضو تليفونات من حضرتك. ومكملين معاكم مصر في ساعة مع محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. مصر في ساعة. رجعنا تاني وبشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، ومعايا على التليفون مستمع كريم الأستاذ أحمد سامي. أيوة يا فندم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عايز أعلق على حضرتك على موضوع التعليم. عندي اقتراح بس هو غير تقليدي لمسألة الدروس الخصوصية. اتفضل. المكافآت بتاعت المدرسين اللي بيطالبوا بيها ياخدوها بنسبة وتناسب من امتحانات شهرية تتم ليهم، على أن الامتحان ما يوضعش عليه المدرس ولا المدرسة ولا الإدارة التعليمية. امتحان يجي من إدارة تعليمية مثلا بتاعت أسيوط تيجي القليوبية، بتاع القليوبية يروح سينا، على اساس الامتحان ما يبقاش معروف وما يساعدوش بعض، وفي التصحيح يبقى عن طريق الموجهين. المدرس بينجح عدد من الطلاب بتوعه 85% 80% بياخد المكافآت بتاعته، او حتى ياخد المرتب كله يتحسب له على هذا الاساس. ده هيخليه يضطر يشرح عشان التلميذ ينجح عشان ياخد مكافآته، وما دام التلميذ فين مش محتاج دروس خصوصيه بره. هتبقى مشكله المراقبه بس. المراقبه دي تتم يعني من مدرسه لمدرسه من داخل المحافظه، يعني يجيبوا مدرسه كذا يراقبوا هنا.
انا رايي ده ممكن يخلي المدرس غصب عنه يضطر يشرح عشان ياخد فلوسه، وبالتالي التلميذ هيفهم وهو نقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصيه ده اقتراح ومش عارف. خلينا نسمع تعليق الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض. تعليق حضرتك ايه استاذ رفعت على كلام استاذ احمد سامي؟ انا متفق معاه تماما، لكنه حل جزئي. يعني هو قلت ان انا ابعت الامتحان ده، بس ده خاص بالمرحله الاعداديه فقط ولا المرحله الابتدائيه؟ لان الامتحانات العامه الخاصه بالثانويه العامه ده عام على مستوى الجمهوريه، ما فيش فرق ما بين محافظه ومحافظه. لكن الامتحانات الابتدائيه او الاعداديه ممكن نعمل هذه الامتحانات، بس تاثيرها مش هيكون كبير بالنسبه لموضوع الدروس الخصوصيه، لان قضيه الدروس الخصوصيه ازمه مستحكمه يشترك فيها الجميع، الطالب وولي الامر والمدرس ونظام الامتحانات. فانا دلوقتي اصبح كولي امر ده انا ببحث وبترجى المدرس عشان يدي ده محجوزين دلوقتي قبلها بكام شهر. واذا انا يعني ما اتاخرت ولا حاجه مش وما طلعش بالمناسبه الاجر للمدرس اللي بتديله، بس لا بقى في عصير وشاي وسندوتشات، وده سبب لو جالك البيت ان انا عشان اضمن مكان لابني في الجامعه، بس لابد يجوبنا جميع فوق السوبر. لان دلوقتي يا استاذ محمد اللي جاب السنه دي 99.2% ما دخلش اي كليه في مصر، فبالتالي لو جاب 97 اقول له ايه؟ يقعد في الشارع. اقول له ما تذاكر، انت ذاكرتش ولا انك انت اهملت؟ هعتبره طالب فاشل. فهي قضيه الدروس الخصوصيه قضيه معقده، يمكن هتناولها بعد الفاصل. نطلع فاصل وبعد الفاصل نواصل معاكم. ومكملين معاكم مصر في ساعه مع حد بعت لي رساله بيقول لي انا ما علقتش ليه على رسالتي اللي فاتت، بقول لك هو انت قريب توفيق عكاشه؟ ما انا قلت لك ده تشابه اسماء، يعني اقول لك ايه تاني؟ محمد علي خير يبقى قريب توفيق عكاشه، ينفع؟ هرجع لك تاني يا استاذ. لا ما ينفعش خالص. ما المستمعين لازم تجاوب على اسئله. خليني، حضرتك عملت حاله من حالات التشخيص لواقع التعليم مع ظروفنا وظروف البرنامج ومدته الصغيره دي. اخد منك برضو تصور مقترح من خلال خبرتك 35 سنه في متابعه تعليم ما قبل الجامعي وبعد الجامعي. ايه هي الروشته اللي ممكن نقدمها للحكومه الحاليه؟ نبدا الاول الكلام على البحث عن حل للموارد التي ترتقي بمستوى التعليم. انت خلينا ابني المدرسه، اوفر معمل، اعمل جامعات جديده وخلافه. تكلفه التعليم يجب ان تدفع استاذ محمد. ما اجيش انا اقول ان الجزء القادر عليه الدوله ان اوفره لتكلفه التعليم بالنسبه للطالب حوالي 500 جنيه، وهو اصلا بيتكلف 10000 جنيه. فاذا لابد ان نوفر هذه التكلفه. التكلفه تتوفر منين؟ الدوله مش هطالب منها زياده عما تدفعه الان. لكن بره مثلا في الدول المتقدمه والدول الغنيه زي المانيا بتقسم التكلفه دي الى 3 اجزاء، وتكلفه الطالب الحقيقيه اللي مثلا قد تصل الى 10000 دولار في السنه لابد ان يدفعها 3 جهات. الدوله تدفع الثلث، والشركات والمصانع والهيئات المستفيده من مخرجات العمليه التعليميه. انا بودي له واحد جاهز. فلابد تدفع معايا الثلث، والثلث الاخر هو المحليات او الاقاليم. بس لابد ان يتغير نظام الحكم المحليات عندنا عشان نتيح استقلاليه للمحافظة وميزانية خاصة بها، وإن الضرائب اللي تحصل من مواطنيها تعود إلى المحافظة نفسها، ومن هنا تساهم بتلت التكلفة الآخر. فهنا أدي يبقى حضرتك هنا بتحل مشكلة الموارد بالظبط. يبقى الدولة يبقى أنا بوفر منحة هنا للطالب، وإذا أجاد الطالب واجتهد وذاكر ونجح أهلا وسهلا، رسب يحرم من هذه المنحة ويتحمل تكلفة. هاخد بقية الروشتة بس بعد ما أخد المستمع الكريم الأستاذ عبد الرحمن عباس. برحب بك يا استاذ محمد وضيفك الكريم. بشكرك. ربنا يخليك. بص حضرتك، مشاكل مصر كلها انا بتهيألي انها منظومه واحده. لابد من اراده سياسيه عشان نحل مشاكل مصر كلها اللي هي مرتبطه ببعضها. مفيش مشكله تنعزل عن الاخرى. فاذا كنا هنتكلم، احنا بنتكلم في مشكله التعليم، احنا مفيش حد، يعني كلنا عندنا اولاد، مفيش حد، نادر جدا ان في حد ما بيديش دروس. لا، انا مستعد اساهم بمبلغ معين وانهض بالتعليم احسن ما ادي دروس كل شهر. معايا سيادتك؟ نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني انا لما ادفع مثلا في السنه لبنتي او ابني 500 جنيه في السنه لمساهمه مني في التعليم، ان انا انهض بالمدرس وادي له حقه، علشان هو اذا اردت ان بما استطاع. مش معقول ادي له ملاليم في الشهر واقول له ما تديش دروس، واذا اديت دروس هقطع رقبتك. لا، انا ادي له حقه الاول واقول اطلب منه تعليم وبعد كده اساله. فانا مستعد اساهم بمبلغ معين او اولياء تساهم كولي امر.
كولي امر. انا اللي عنده في اولى ابتدائي النهارده بيديها ب 100 جنيه درس. نعم. اللي في اولى ابتدائي لا انا هدفع 500 جنيه في السنه عن التلميذ او الطفل ساهم في التعليم. لكن انا اتمنى في مقابل دوت ان يكون في تعليم زي ما كان زمان. نعم. يعني التعليم يرجع زي الاول. احنا التعليم كان الاول في مصر. نعم. احسن من دول متقدمه كتير النهارده. هكتفي بهذا القدر من عندك يا استاذ عبد الرحمن عباس علشان باقي دقائق معدوده، وعايز اخد تعليق برضو من ضيفي الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض. حضرتك قدمت تصور مقترح لكيف نحل مشكله الموارد. نعم. اللي هي اهم حاجه في اصلاح منظومه التعليم. نعم. طيب بقيه الروشته نيجي للتعليم الفني بقى، واللي يمثل حوالي 60% من حجم المتعلمين اللي بيطلعوا من الاعداديه عشان يلتحقوا بالتعليم العالي. 60% منها واكثر بيخش تعليم فني، والباقي بيخش جامعات. التعليم الفني تحول الى تعليم نظري عندنا تماما، وبالتالي يطلع لسوق العمل غير مؤهل تماما. هنا لابد ان نجعل التعليم في او الدراسه في التعليم الفني جزئين، جزء داخل المدرسه وجزء داخل الورش والمصانع اللي موجوده في كل محافظه. تقول لي طب المعامل والورش اللي موجوده في المدرسه مش مؤهله ومفيش فيها الادوات التي تتمشى مع روح العصر وتتفق مع طبيعه الصناعات اللي موجوده بره في السوق. اقول لك ان احنا دلوقتي لما نعمل النظام ده بتاع توفير موارد التعليم هنتيح للمدرسه انها تطور الورش اللي عندها، هنتيح للجامعات ان يزيد عددها للضعف عشان تستوعب الاعداد الزائده وفي تعليم جيد، ومن هنا ارتقي بمستوى التعليم الفني والتعليم العام في وقت الجميع في وقت واحد. انا كنت طرحت في السنه دي في الفتره الاخيره في اخبار اليوم فكره التعليم الموازي عشان يعني انقذ طلاب الثانويه العامه المتميزين اللي جايبين اكتر من 97% ومش عارف يخش طب ولا طب اسنان ولا صيدله. وفكره التعليم الموازي هاخد شرح الفكره التعليم الموازي بعد هذا الفصل. ومكملين معاكم مصر في ساعه مع محمد علي خير برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر. مصر في ساعه. قضية التعليم ده موضوع الفقرة الرئيسية في برنامجنا النهاردة، وبيشرفنا في الاستوديو الأستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي ومدير تحرير أخبار اليوم. حضرتك كنت بتقول أنا اقترحت تصور اسمه التعليم الموازي لطلبة الثانوية العامة اللي خدوا 97% وما عرفوش يدخلوا الطب. نعم. اتفضل حضرتك. لأن البديل عندهم إنهم يخشوا جامعات خاصة يدفعوا 40 و50 ألف. نعم. وطرحت الفكرة دي في حديثي. لا إيه هي الفكرة؟ الفكرة إن أنا أخصص 25% على مثلا في حدود 25 في كل كلية من كليات القمة دي لدخول اصحاب المجاميع العاليه دي اللي اقل من الحد الادنى اللي دخلت الكليه بحوالي 1 أو 2%. نعم. في مقابل ان يدفع حوالي 10 أو 15 ألف جنيه يبقى في طب عين شمس او طب القاهره، ويظل يدفع هذا الرقم لحد ما يخلص. هنا بالمبالغ اللي موجوده دي هقدر اعمل اقسام جديده توسع في الكليه لحد ما يتم اصلاح التعليم الجامعي بشكل عام، وانقذ طلاب الثانويه العامه المتميزين من الذهاب الى الجامعات الخاصه لانهم فشلوا في الالتحاق بكليه الطب او طب اسنان او الصيدله مع انه جايب 97 او 98%. انا هتوقف عند هذا الحد لان وقت برنامجنا خلص. سعدت بيك امبارح والنهارده استاذ رفعت فياض، وان شاء الله تتجدد اللقاءات. اخر حاجه انا طالب من حضراتكم دايما تتواصلوا معايا سواء بالتليفون او بالرسائل، وتدخلوا على صفحه الفيسبوك مصر في ساعه. حلقتنا انتهت، كان معكم محمد علي خير. لو عايز تدهن وتجدد